تخيل معايا كده تعمل حادثة في الدنيا فتنتقل لعالم تاني من الخيال مليان وحوش وتكتسب قوة سحرية كبيرة. يا ترى هتستسلم للموت ولا هتكمل وتستكشف العالم الجديد وتكتب قصة كفاحك في عالم ما يعرفش الرحمة؟ ده اللي هنشوفه في فيديو النهاردة. مغامرة وحماس من أول دقيقة، هتلاقي نفسك وسط صراع البقاء وضغوطات وقرارات مصيرية، وهتعرف يا صديقي إن البطل مش بيبقى جامد من غير سبب وإنه بيتبني واحدة واحدة. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ويلا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدا الانمي بتاعنا مع بطلنا ريو اللي فجأة بيلاقي نفسه في مكان غريب، وبيطلع له واحد يطمنه ويعرف انه لسه ليه فرصة يرجع يعيش تاني بعد ما مات في حادثة عربية، وبيعرفه بنفسه بانه ملاك بريء. لكن صاحبنا هنا ما اقتنعش بالاسم وقال في سره انا هسميه ميخائيل المزيف لحد ما اشوف اخره، لكنه ما عرفش ريو يعمل ايه لما ينزل يعيش من جديد. فقال له ميخائيل المزيف عيش حياتك، انت مش مكلف باي حاجة. وبعد ما بيفكر ريو شوية اختار انه يعيش حياة هادية ومسالمة، فبيختار له ميخائيل مكان هادي اسمه فاي، وبنعرف ان 20% من سكان مدينة فاي بيمارسوا السحر. وقال له انت لايق عليك سحر الميه، وبما انك يا معلم عايز هدوء فهبعتك على غابه روندو مع نفسك بقى وعيش. وبعد ما نزل ريو على الغابه لقى بيت خشب وسط غابه واسعه وجواها مخزن متلج يحفظ الاكل، وبنعرف ان الاكل ده هيكفيه شهرين وانه هيكون بعيد عن الوحوش. يعني ميخائيل عامل معاه الواجب وزياده. وبعد كده بنشوف بطلنا بيوم الصبح يتدرب على سحر الميه، لكنه ما عرفش يطور من نفسه ازاي، وبنشوف قد ايه السحر بتاعه ضعيف ومحتاج تدريب. وصب الميه في مكان ويزعل قوي انه مش عارف حتى ينزل شويه ميه سخنين يستحمى بيهم، وساب حوار الميه على جنب وقال اما ولع شويه نار حتى، لكن للاسف فشل فيها. بس بعد محاولات كتير وصل لحل، فضل يتدرب ازاي يحول الميه اللي بيطلعها لتلج، وقعد يحسبها شويه في دماغه لحد ما في الاخر بعد شويه تدريب نجح ومسك قطعه تلج دائريه صنعها وبالانعكاس وولع النار، وده كان اول تطور للسحر بتاعه. وبالليل بيقدر فعلا يملى البانيو بتاعه بميه سخنه واستجم بعد ما عرف ازاي يتلج الميه ويسخنها حسب مزاجه. تاني يوم الصبح حاول ريو انه يتطور من قوته السحريه وكله حماس، لكن صابه احباط لما لقى ان الموضوع مش جايب همه، وفضل يحاول يتدرب بشويه اسلحه معينه وبرضه الخيبه مش سايباه المسكين. وعدت ايام على الحال ده، ولما بيرجع سيكا بتفكيره لما كان فوق عند ميخائيل افتكر انه قال له اساس السحر هو المخيله وكتر التدريب. وهنا بقى بطلنا قرر ما يستسلمش ويجيب اخره في المحاولات، ومره مع التانيه ريو بدا يحس ان في حاجه جواه بتتغير، بس هو لسه مش عارف ان اللي جاي هيقلب حياته تماما. وبنشوف بعد كده ريو نجح في صنع اول سلاح بالتلج واسمه الرمح الجليد، لكن مع الاسف ما يقدرش يحدفه لحته بعيده، وده اللي خلاه يستمر في التدريب لحد ما حل عليه الليل وحس انه جاب اخره خلاص. وبنشوفه الصبح راح على ضفه النهر وهناك لقى حجر مرو اللي هيساعده على اشعال النار في اي وقت، ولسه بيفكر يتسوى شويه من الغابه لف وراه لقى خنزير بري ناوله على علقه، والخنزير فعلا جري ناحيته وريو واقف متثبت مش عارف لا منه يهاجم ولا منه يستخدم السحر، فبسرعه نط الناحيه الثانيه عشان يفادي نفسه، وقال لنفسه طب ما انا ساحر وهعرف اشوف لي صرفه. وهنا بطلنا عمل حركه صايعه وصنع طريق من الجليد، الخنزير اخدها زحلقه وقبل ما يوصل له حط له عصيان حاده من الجليد رشقت في جسمه خرمت كل حته فيه، ودي كانت اول معركه لبطلنا وفاز فيها. ولما رجع بيته فتح كتاب موسوعه الوحوش للمبتدئين يقرا عن الوحش ده ولقى اضعف حاجه ممكن تقابله، وكمل فرجه على بقيه الوحوش اللي مستواها اعلى شويه. تاني يوم الصبح بيقلع ريو هدومه وبيلبس نص شكاره وبيطلع ياكل من فاكهه الشجر، بس يا فرحه ما تمت، هاجم عليه طائر ضخم وقوي وبيستعمل سيوف الريح يعني سلاح ما يتشافش اصلا. بطلنا حط ايديله في اسنانه وقال يا فكيك ما هو برضه لسه مبتدئ والوحش ده مستواه متقدم، وحدف عليه شويه ميه يمكن يخاف ويمشي. بس في الاخر قبل ما يهاجم عليه الطائر صنع بطلنا كومه جليد حواليه تحميه من الطائر وفعلا نجح. والغريب بقى انه مشي وما كملش ضرب فيه، وبمرور الايام اتقن ريو السحر بالتدريب والشغل المستمر وعرف اسلحه كتير واسمائها كمان، واستخدمه في خدمته في الصيد وقتل الوحوش، وبقى بياكل اللي يصطاده، ودي ما بقتش مشكله خلاص. وعشان بطلنا بيحب يجيب لنفسه المشاكل طلع بالليل عند وحش اسمه الدولهان بدون راس وماسك سيفه بيجر شكله، وافتكر انه ما شافوش في الموسوعه اللي بيقرا فيها الوحوش للمبتدئين، وده لانه اصلا مش وحش ده ملك الجنيات. وبعد كده سيف على سيف وضربه على ضربه ريو اترمى على الارض وهو بينهج وعارف ان مفيش فرصه يهزمه فيمشي بكرامته احسن، بس في نفس الوقت حس ان الوحش ده مش هدفه يقتله بالعكس ده عايز يدربه. وفجاه قرب من الدولهان واداله سيف قوي من الميه وسابه ومشي.
وبنشوف بعد كده ريو بيواجه صقر قوي جدا، مهما حاول انه يعمل طبقات سميكه من الواح التلج تحميه بيكسرها ويرمي عليه الضربات، لحد ما طلع ريو سيف المايه اللي اخده امبارح وحارب بيه الصقر، وضربه ورا الثانيه واحده منهم جت في عينه وخرمتها ويتكوم زي العصفوره قدامه، وفي الاخر بيطلع هو نفس الصقر اللي هاجمه قبل كده، بس اتدرب شويه عشان يجي يخلص على ريو، لكن بطلنا قدر يهزمه وقال له انا فخور بيكو عشان كده هقتلك، ولسه يا عيني ملحقش يرتاح وهو ماشي قابل تنين احمر، اتفاجئ انه بيتكلم بس بالتخاطر، فساله عن الصقر وقال له ما شفتش صقر معدي من هنا، اتخض ريو وقال له قصدك اللي قتلته ده؟ لا ما شفتوش، فبيفهم طبعا التنين انه قتله وشاور له على السلاح اللي معاه وقال له ده بتاع الجنيات وده سيف فخم من الاخر. بعد كده ريو طلب منه ياخده شويه على جنب ويقعد يرغي معاه في شويه حاجات عشان يزيد ثقافه يعني، وبعد ما خد مصلحته من التنين اتعرف عليه واسمه لورين. وفي الجانب الاخر بنشوف ميخائيل بيقرا من على قطعه حجر ان ريو بيمتلك ميزه خفيه، اشمعنى هو يعني دي ما حصلتش الا مره واحده مع بنت وده من عشرات الاف السنين، والميزه الخفيه لريو هي الشباب الابدي. بيتفاجئ ريو على شاطئ البحر ان في سفينه مكسوره والناس ميته على الارض، وبيفرح جدا لما بيلاقي ان لسه في واحد فيه الروح، اخده طبعا على بيته، واول ما صحي الضيف الغريب خد له لفه في البيت، وفي الاخر اتخض لما شاف ريو بهيئته البيئه دي لابس نص شكاره وشكله غريب شويه. الواد مسك نفسه عن التنمر وعرف نفسه وقال له انا ابيل وبشكرك قوي على انقاذك ليا، وبعدها بدات بطن ابيل تصوصو، فخدوا بطننا وعمل معاه الصح واكله، وهم على اكل سالوا ابيل هو مفيش حاجه تانية تستر نفسك بيها، وقال له انا لقيت خيط وابره وقلت لا، بس بعد كده حس ابيل انه زودها شويه لان ريو مش معاه فلوس يجيب لنفسه حاجه، وبيمدح في الاكل وفضلوا يرغوا شويه، وبعدها ورى له قدراته السحريه في صنع الميه من العدم، ولما عرف انه ساحر قال له ان نص البلد بس سحره والباقي عاديين. هنا افتكر ريو كلام ميخائيل لما قال له 20% بس الظاهر كان بيشتغلوا، وبعد كده بيطلب ابيل من ريو انه ياخده على الساحل، وفعلا راحوا سوا، ابيل اصر انه يمشي في المقدمه عشان لو في خطر ولا حاجه يتصدر له هو شهامه يعني كرد للجميل، وقال له سمعتي كده تنجرح لما كل شويه تنقذني، فوافق ريو على طول. ولما وصلوا سوا على شاطئ البحر اللي انكسر فيه المركب ما لقوش الجثث اللي كانت موجوده، وفهموا انهم اتاكلوا من الوحوش، وابيل خاف من فكره ان لو ريو ما انقذوش كان زمانه بيتهضم دلوقتي. ولما لقى ابيل ان ريو كل شويه يقول له يا سيد ابيل، طلب منه يخلي البساط احمدي ويقول له ابيل حاف كده عشان يبقوا اصحاب، وده بسط بطلنا جدا لان ملوش حد الغلبان. بعدها بيقول انه عايز يروح بلده اسمها لون ومش هيعرف يوصل لها لانه اصلا ما يعرفش هو فين بالظبط، وبيفكر شويه وفجاه بيقول لريو ما تيجي معايا صحيح انت يعني وراك ايه، واعتبرها شغلانه وهتاخد لك قرشين، وكمان انا ما اعرفش اوصل لها ازاي وهعتبرك المرشد بتاعي. ريو فكر شويه كده وقال له ماله انا راشي معاك بس استنى لبكره عشان اكون عملت استعدادي. وبالليل بيبص ريو على الحياه الهاديه اللي بناها لنفسه، الزرع والورد والهدوء، وبعدها بيسيب ابيل في البيت وبيقول له انا رايح اودع واحد صاحبي. وبنشوف ريو هو واقف عند الدولهان وهو بيقول له انا هسيب غابه روند شويه، وشكروا على كل حاجه عملها له وانه بفضله هو لسه عايش. وبعدها طلع سيف وقال له هحاربك لاخر مره، وفضلوا يتخانقوا بالسيوف فتره طويله، ولما خلصوا ريو شكروا تاني، فالدولهان كان هيمشي بس وقف فجاه ولف وشه وبعت له كوره ميه كبيره واتحولت لطقم فخم وابيض ومناسب للمغامرات اللي هيعيشها ريو الفتره الجايه. وتاني يوم الصبح خرجوا عشان ينطلقوا، بس قبل ما يتحركوا ريو بص اخيره يودع فيها البيت الهادي اللي عاش فيه فتره جميله ومريحه، وبعدها توكلوا على الله. بس هم ماشيين في امان الله قابلوا خنزير مش طايق نفسه، ابيل قرر يستخدم سيفه ودخله فيه، خرج من الناحيه التانيه. هنا بقى انبهر بطلنا، قال له ما هو انت ساحر بس انا لعيب برضه بلعب بسيوف والاسلحه ودي مهارتي وده لانه مغامر. بعد كده قعدوا في قلب الشجره يريحوا ويناموا شويه، والصبح تابعوا طريقهم اللي مليان وحوش ومغامرات فظيعه، ومنها انهم قابلوا سحالي خطيره في البحر فقرروا انهم ياخدوا طريق تاني، لكن السحالي حبت تونسهم في طريقهم ومشيت وراهم، وحس بيهم ريو اطلق عليهم سلاح روح الجليد قتل منهم 4. وبيفضل كالعاده ابيل منبهر بسحر صاحبنا وساله بتعملها ازاي، دي ضربتهم كلهم مع بعض معاني تعويذه الواحده بضربه واحده وانت ضربت 4. قال له هي كده من عند ربنا. وبيكملوا بعد كده رحلتهم وهم ماشيين ابيل اداله عمله بيستخدموها في بلده، وصاحبنا منبهر بيها قوي، وفهموا ان في المقاطعات الوسطى كل اقليم له عملاته، وهم 3 دول رئيسيه، واحده منهم نايتلي والثانيه ديبوهي والثالثه هالنداليو. وبعد ما خلصوا من مواجهه السحالي استمروا في طريقهم لحد ما وصلوا لمنطقه مليانه احجار غريبه، وهناك اكتشفوا الجلم الحجريه وبدات تهاجمهم، وريو صد الهجوم بالواح التلج وابيل بالسيف بتاعه، لكن هجوم ابيل فشل لان الحجره بنت نفسها تاني. وهنا قرر ريو ينهي الحوار ده، وفي مره واحده نزل قالب تلج ضخم على الحجاره، وده خلى ابيل في حاله ذهول. وبعد ما خلصوا الحجره مسكوا واحد فيهم ولقيوا تحتيه حجر بيلمع زي الذهب، فريو قرر ياخده بس للاسف بقيه الحجره اتحولت قوالب التلج فما كانش في فرصه يلم بقيه الذهب. وبعد ما مشي شويه قابلوا فرس النهر الضخم وقرروا ما يفكروش يهربوا
يقربوا له حتى. ولاحظوا من بعيد مجموعه من الحاجات اللي بتطير واسمها وايفرن وشكلها خطر قوي، وحصل هجوم بينهم وبين فرس النهر اللي بطريقه قدر يبطل سحرهم ويحط عليهم كلهم. وبيجي الليل عليهم فبيقرروا يريحوا شويه، وهم قاعدين يتكلم ابيل عن الدياميس الموجوده في البلده بتاعته. فريو اتحمس لها جدا وقال انه نفسه يشوفها من زمان، فعرفوا انه حظه حلو قوي لان الديماس الوحيد الموجود في البلد اللي هم رايحينها وهي مدينه لون. والصبح كملوا رحلتهم، وريو قال له اول ما نعدي الجبال دي هنوصل لمدن البشر. فاستغرب من المعلومات اللي عنده، فافتكر ريو التنين اللي زنقوا في مره وقعد يكرر فيه على شويه معلومات. وفجاه هجم عليهم طائر بس خلاهم ميتين من الرعب لانه اقوى منهم بمراحل. فبسرعه حدفوا له حتتين لحمه خدهم وطار، وبكده فادوا نفسهم قبل ما يكونوا هم مكان اللحمه. وبعد شويه من المشي لقوا مجموعه من الوايفرن وهي بتاكل في فرستها. ابيل ما كانش عايز يخش في خناقه معاهم، بس ورطوا ريو دخل في حرب معاهم واطلق عليهم رماح الجليد 4، ودخل من بعده ابيل بالسيف وهضع على واحد، بس المجموعه زادت وبسرعه اطلق عليها برضه رماح الجليد. ومن هنا بقى اخدوا غنائم الحرب بتاعتهم وهي حجر اخضر بيلمع. وبرضه قابلوا شويه تانيين من الوايفرن، والمره دي ابيل قال له بينا نخلص عليهم. فريو قال له شايفك اخدت عليها يعني. ابيل اتحرج واتحجج بانهم معترضين طريقهم بس. وبعد كده بيكملوا طريقهم وبيقفوا فوق جبل وبيحددوا طريقهم عشان يشوفوا هيمشوا ازاي. بس في الاخر قرروا انهم يستقروا شويه في بلد اسمها كايلادي عشان يريحوا وياكلوا. وبنشوفهم بعد كده في المطعم وابيل بيعرض على بطلنا انه يعمل عضويه في نقابه المغامرين. اول ما يوصلوا قعد يحكي له عن مميزات العضويه وانهم كمان هيشتروا الاحجار السحريه واجزاء الوحوش بقرشين حلوين. لكن اول ما اتحط الاكل قدامهم سكت الكلام، وريو كان ميت من الجوع مجرد ما دق لقمه اكل زي المحروم يا عيني. لا وطلب تاني كمان وقال له عندكم منه في بلدكم ده ولا لا؟ قال له طبعا كل زي ما انت عايز. واخيرا بعد مسافه قصيره وصلوا للبلد، والحارس رحب بابيل جدا وافتكر انه مفقود مش راجع تاني، لكنه شاور على صاحبه وقال له بفضله انا موجود. وبعد كده دفع لريو ثمن الدخول وورى له بطاقه العضويه بتاعته ودخلوا على طول. ولما دخلوا ابيل قال انا هاخدك على النقابه فورا عشان اسجلك، وكمان هرفع لك مستواك وده بس عشان انا مستوى به. قال له يعني انت مستواك في العالي دي حاجه فخمه قوي يا صاحبي. ويا دوب اول ما دخلوا النقابه الكل اتلم على ابيل وفضلوا يرحبوا بيه ويسلموا عليه دفعه واحده، وريو واقف مذهول من شعبيته الكبيره. ريو سابهم يسلموا عليه براحتهم وخرج على بره بهدوء، وهو بيتمشى قبل واحده انبهرت لما شافت الطقم بتاعه وقالت انه بتاع الجنيات، بس هو فضل متنح لها وما قالش ولا كلمه. وفي الاخر مشيت وهي بتقول اتمنى اشوفك تاني. وبعدها بيخرج ابيل وبيشد صاحبه لجوه وبيحكي لهم ان هو السبب في انقاذ حياته، وانه كمان هيسجل في النقابه كمغامر ولازم تتوصوا بيه. وزقوا عليهم وبدا ريو يعرف نفسه وهو يا عيني مش مستوعب اللي بيحصل، وخصوصا جو التوتر من كتر الناس اللي شكرته على انقاذه لابيل حبيب قلبهم. وبعد الدوشه دي كلها ما خلصت راحوا لموظفه الاستقبال وابيل قال لها انها تسجل ريو في الرتبه دي بتأييد منه شخصيا. قالت له ماله اخويا بس لازم يكون في اثبات فعلي من اي نوع للقوه الجسديه. فراحت تنده للمدير علشان يحسم الامر، وهم فضلوا في غرفه الانتظار. واول ما دخل المدير ركع على رجله ممتن لرجوع ابيل، وبعد ما اعتذر له على قلق اللي سببه له عرفه على صاحبه الساحر ريو. والمدير عرف نفسه برضه انه زعيم النقابه في مدينه لون واسمه هيو ماكاجلاس، وشكره برضه على انقاذ ابيل. لكن ريو حس ان الموضوع بدا يافور قوي وقال له انا بس كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب. وبعد كده فتح ابيل في موضوع رفع رتبه صاحبه لدي بتأييد منه. قال له لسه ما نتاكد من قوته. وقعدوا مع بعض وورى الاحجار اللي لموها من الوايفرن، والراجل تنح كده وما كانش مصدق انهم هزموا كل دول. وابيل عشان يخلي الزعيم يوافق قال له انهم عبروا من جبال الشؤم، وهنا استغرب جدا ازاي ده ما حدش بيخرج من هناك سليم. حتى ريو نفسه ما كانش يعرف اسم الجبل، ولما عرف اشمئز من الاسم. وبعدها الزعيم وافق لانهم اثبتوا انه يستاهل الرتبه فعلا. وفجاه دخلت بنت اسمها لين وركعت برضه على الارض ممتنه لرجوع ابيل بالسلامه. بجد مش هنخلص. ومن وراها كان في رهيه وراجل ضخم اسمه وورن طمنهم عليه. الزعيم قام وقال لهم خدوا راحتكم، وقال لموظفه استقبال نينا انها تجهز ورق المغامر الجديد ريو. واخدوا معاه المكتب، وهناك قالوا ان اللي شفتوهم دلوقتي في فرقه السيف القرمزي، ودول الاكثر شعبيه في البلد كلها. والزعيم فهموا في الخباثه كده ان ابيل ما يقدرش على الوايفرن لوحده، وده معناه انك موهوب فعلا وتستاهل الرتبه دي. وبعد كده دخلت نينا وبادوات التسجيل، وبعد ما عرفته بنفسها وعرفها بنفسه بدات تساله شويه اسئله وتسجلها. وفي الاخر قالت له النقابه بتعمل دوره لاستكشاف الدياميس كل شهر للمغامرين المبتدئين عشان يعرفوا شويه معلومات. هو اتحمس جدا وقال لها اكيد هحب اشارك، فسجلته في الدوره وقالت له يجي فين بالظبط، وبتستهزأ بيه وبتقول له يلا يا حلو عشان تسجيلك الفعلي. وطلبت منه يحط ايده على بلوره ازاز ونورت بشويه كلام. واخيرا ادت له كارنيه العضويه، وبكده رسميا اصبح عضو فيها. وبيخرج يتمشى مع ابيل اللي بيقول له تعالى اما اشتري لك
عصايه. قال له ما انا معايا سيف اهو. ابيل استصغر السيف اللي معاه بس هو اقنعه ان كمان معاه القوه السحريه. وبعد كده بيقف بطلنا لوحده يكلم نفسه ويقول ان اليوم والشهر والساعه زي الارض بالظبط. ففكر ان ممكن يكون في بشر يجي المكان ده وهو اللي حط شويه قوانين من بتوع الارض هنا. وبالليل بقى عملوا حفله عظيمه على شرف انقاذ ابيل اللي مش هنخلص منه. وبيحضروا طبعا ريو. تاني يوم الصبح بنشوف ريو ماشي مع نينا ومرهق جدا من حفله امبارح واخدته على اوضته في المنظمه. واول ما دخلوها واحد منهم اتخض لما شاف نينا الظاهر معجب بيها. المهم انها عرفتهم على ريو انه هيشاركهم الاوضه. وعرفوا بعضهم واحد منهم اسمه نيلز والتاني ايتو. وما عداش دقايق ودخل اتنين عليهم بمقيم جديد واسمه امون. لاحظ نيلز ان سنه صغير فعرفهم انه 16 سنه ويتيم ملوش حد وتعرفوا على بعض. وفي الناحيه التانيه اسم ريو بيبدا يتكرر في مكان تاني خالص. فرقه السيف القرمزي بتتكلم عنه ولين متعصبه وبتقول له مستحيل ده هيكون حصل. مش اي حد يعمل جدار الجليد ازاي ان ريو يعمله. لا ويعملوا سميك كمان وعلى بعد مسافه كبيره. المفروض ان السحر ما يكونش على بعد من الساحر. فابيل بكل برود بيقول لها بس هو ده اللي حصل. ريهي حاولت تهديها لكن الاستغراب كان باين في عينيها. مش مصدقه اللي سمعته خصوصا وايفرن بيصد السحر. ومع ذلك الطعن بالواح جليد حاجه مش طبيعيه. وفي هنا حوار كبير مستخبي. ريهي ساعتها قالت بهدوء انا ما اعرفش غير شخص واحد بس يقدر يعمل اللي حصل ده واسمه الساحر اللهب المتفجر. وبنشوف امون ومعاريو في قاعه الدراسه بتاعتهم وتعلموا اساسيات استكشاف الدياميس. والمدرس بيقول لهم انهم هيزوروا المستوى الاول منه. وامون بيظهر انه متوتر جدا وبيحاول ريو يهديه. وفي الزياره قال لهم ان المدينه اتبنت حوالين الدياميس وان احيانا اعداد الوحوش بتزداد جوه الدياميس وعشان كده هم عملوا جدران مزدوجه تحمي المدينه من الوحوش دي. امون خاف من فكره الوفره الماديه العظيمه ودي عباره عن وحوش كتير بتهجم على الدياميس. لكن المدرس طمنه وقال له مستحيل يحصل دلوقتي لان دي حاجه بتحصل كل سنين طويله. وبعد كده دخلوا كلهم المستوى الاول من الدياميس والمدرس قال لهم ما تخافوش مفيش وحوش خطيره في المستوى الاول. وبعدها ريو اخد امون ودخلوا جوه استكشفوا المكان. وبعد شويه ريو حس ان في وحش قصادهم واتفق مع امون انه يثبته بالسحر وهو يهجم عليه. وطلعت في الاخر نمله كبيره شويتين. على طول ريو اطلق عليها رمح الجليد 8 وثبتها وامون راح بسيفه وقضى عليها. وفرحوا بالتعاون اللذيذ اللي بينهم وراحوا اخدوا منه الحجر السحري بتاعه. وبالليل بعد نهايه اللف في الدماس رجع ريو وامون على الاوضه وزمايلهم احتفلوا بنهايه الدوره التمهيديه لاستكشاف الدماس. وامون ما كانش عايز يقف في استكشاف الدماس بس ما كانش حابب يروح لوحده فاقترح عليه بطلنا الحنين انه يجي معاه. لكن فضل وجود النمله دي شاغل تفكير ريو لانها المفروض ما تبقاش موجوده في المستوى الاول بس جاله الرد من وراه. وهابيل قال له لانها بتحفر انفاق وتعدي ولانهم ما كانوش يعرفوه فعرفهم بنفسه. واول ما نيلز سمع انه ابيل من مجموعه السيف القرمزي قام واقف يدي التمام. سلم عليه ونصحه يهدي نفسه شويه وان اهم حاجه يفضل عايش مش بس يحارب وخلاص. ونيلز خد بالنصيحه قوي. وفجاه دخلت عليهم بقيه فرقه السيف القرمزي وجت علشان تقفش ابيل اللي بيطفش منهم كل شويه. ريهي قالت له انجز وتعالى نقدم التقرير للزعيم. اما لينا العصبيه ما اديتوش فرصه يتكلم. امرت وورن ان يشيل هيلا هوب وبعدها قربت اهو من وش ريو وفضلت متنحه شويه لحد ما ريهي قالت لها يلا يا لين عيب كده. واول ما مشي الواد ايتو كان هيمنها قوي على انسه ريهيا ووشه جاب الوان حب ده ولا ايه. وفي الناحيه التانيه ريهيا بتلوم على لين علشان تنحت في ريو. قالت لها بتاكد بس ان الساحر حقيقي. فرد ابيل وهو محذوف على كتف وورن وقال لهم لسه ما تشوفوا من ريو عجايب بس اصبروا. وتاني يوم الصبح امون بيكون متحمس عشان يزوروا الدياميس هو وريو. واول ما راحوا على طول حرب وحوش طلعت عليهم بس لما خلصوا امون تعب قوي فساعد ريو عشان يقدر يرتاح شويه وقال له انت اسلوبك شبه اسلوب ابيل في القتال. لكن امون اللي مدربه مغامر عجوز من بلدهم والراجل ده اتعلم في مدرسه كبيره اسمها هيوم. المهم انه نصحه بانه يجري كتير عشان يبقى عنده لياقه بدنيه ويقدر يحارب. وبيعرفوا بانه شاف ابيل كل يوم الصبح بيقوم يتدرب على اساسيات استخدام السيف لما كانوا جايين سوا. امون اخد ابيل قدوه وتحمس انه يعمل زيه ويتدرب. تاني يوم بيقرر ريو انه يغير خطته خالص ويروح مكان تاني غير الدماس. راح على مكتبه المدينه وهناك الموظفه ودته عند قسم الخيمياء للمبتدئين. وبعد ما خلص في المكتبه طلع يرتاح بره بس فجاه حصلت حاجه غريبه جدا. الدنيا غيمت زي ما يكون الليل حل فجاه. ريو طبعا اتخض وحس ان الدنيا بتلف بيه وهو مش فاهم حاجه وخايف لحد ما لقى لهيب من النار بيجري ناحيته لكنه صده بجدار من التلج. وهنا بقى ظهرت واحده وبتقول يا شر اشتر انا جاي اخلص عليك دلوقتي. فضل يبص لها ريو بيسال نفسه هي دي اكوما وفي اللحظه دي كان نفسه يهرب بس لا محال. اضطر انه يحاربها وحاول في الاول يبني اكتر من جدار تلج يحموه لكنها في ثواني دمرتهم بالنار. ولما الجدران كلها ساحت خرمت البدله بتاعته اللي لولاها كان زمانه في خبر كان. وفهمت ان البدله الشيك دي من ملك الجنيات وعشان كده بتحميه. وبرضه مفيش فايده طلعت سيف وهي مصممه على
قتله، وهو كمان بيطلع سيفه وبيحاربوا بعض شويه بالسيوف بتاعتهم، لحد ما جرب ريو حظه وحدف عليها رماح من الجليد، لكن هي كانت سريعه جدا ولا واحده جت فيها. لكن هي برضه الفضول هيموتها، مين انت عشان ملك الجنيات بنفسه يديك سيف، وكمان سريع في القاء السحر بتاعه بيصد ضرباتها بسرعه. قالت ما بدهاش بقى، مسكت سيفها وجريت عليه وهو كمان، وفضلوا يضربوا بعض بالسيوف تاني، وحدف عليها الواح كتير جدا من الجليد، لكن هي قويه جدا وقالت له هات اخرك يا حبيبي. بنت جدارين ووقفت ما بينهم، بس فجاه خدها تعور من الضرب، وتشجع ريو بقى علشان هورها، وانطلق بسيفه بكل قوته وهي كمان بسيفها، لحد ما شاف الجرح في وشها لم في ثواني، فاتخض وفقد تركيزه، فحدفته على المبنى وجهزت كرة من النار عشان ترميها عليه وتقتله. لكن فجأة الجو مطر وقعدت تزعق وبانت حواليها حاجة تحميها. وبعد كده وقفت قدام ريو وقالت له انا صحيح وقت خلص، بس انبسطت من القتال معاك. وقالت له اسمها العجيب ليونورو راكا البركركي، وسألته عن اسمه. يا حلاوة، وهم بيتعرفوا بعد ما طحنوا بعض. المهم قال لها انا ريو يا كوما. استغربت انه عارف اصلها، وقالت له استناني هنتقابل تاني، لكنه مش حابب خالص ومش طايقها. واخيرا الدنيا رجعت لطبيعتها، وبطلنا خد نفسه بعد ما الولية ده شملته، فراح يكمل اللي بيعمله وسحب فلوس عشان يشتري الكتب بتاعة الخيمياء، وكان فرحان قوي لانه غني بفضل الاحجار اللي بياخدها من الوحوش ويبيعها. ولما راح الاوضه ما لقاش زمايله، فبص من الشباك وهو معدي لهم واخدين على محترمه تحت. طبعا ما سابش زمايله ونزل لهم، وبحركه سحر واحده اترمى العيال اللي دوروا فيهم الضرب، وفضل الزعيم بتاعهم بس. نيلز قال له ان ده دان من الاوضه واحد، فاداله كلمتين تهزيء، بس دان ما اتحملش وجه يضربه، فخد له ضربه في جنبه نيمته على الارض جنب اصحابه. ريو جاب علاج كده واداه الاول لقيته، وقال له بما انك الكاهن يعني، وشافهم كلهم مطحونين وهو كمان تعبان من القتال اللي حصل النهارده، فخدوا بعض وراحوا ياخدوا حمام سخن. وفي الحمام الكاهن لقيته عالج الضربه اللي في كتف ريو. امون ساله عن اللي حصل، بس هو فضل ما يقولش لحد دلوقتي، وحب انه يسترخي ويستمتع وبس. وبعد كده بنشوف امون وايتو ونيلز في الدامس بيحاربوا جوبلين رماه، وايتو بينبههم ان ده نذير شؤم لان المفروض ما يكونوش في المستوى الخامس. ونيلز حب ينهي الليله وقال كفايه مكاسب لحد كده وهنقسمهم ويلا نطلع. بس اول ما مشي ظهر وحش ضخم وشكله خطير. وفي مكان تاني ريو واقف يفكر مع نفسه انه كان في نفس سرعه سحر ليونور، وبيفكر انه ينمي نقاط القوه بتاعته ويحسن نقاط الضعف عنده، وعايز يزود سرعه الحركه عنده باستخدام السحر بتاعته. وقعد يطلق شويه من اسلحه السحر بتاعته ويتدرب، بس حس انه لسه مش عارف يطور نفسه قدامه وقت طويل يتدرب فيه. وفي النهايه قرر ياجل التدريب وياخد بعضه على المكتبه علشان يكمل قراءه عن الخيمياء والاكوما. وبنشوف لين هي كمان في المكتبه بتعرف كتب التعويذ المحظوره، وبتدور على مبرر للسحر بيصنع جدار جليدي سميك في الهواء او رماح جليديه تقدر تخترق دفاعات وايفرن، وده طبعا من عمايل ريو اللي مجننها. وفي الاخر وهي بتكلم نفسها بتقول ان تنفيذ سحر زي ده عايز واحد من تراث ساحر الجحيم التابع للامبراطوريه. ودخلت عليها فجاه سيرا واستغربت عشان لين مش من عشاق القراءه يعني، فبررت ده بانها كانت بتدور على حاجه وما لقيتهاش، فسيرا سابتها بسرعه عشان وراها شغل. وبنشوف بعد كده نيلز وهو واقف قصاد نينا مش عارف يتكلم، فبيضربوا ايتو على راسه عشان يفوقوا، فبتقول لهم رحلتكم كانت قصيره كده ليه؟ ايتو بيوريها كام حجر سحر كده من الجوبلين الرماه، واستغربت لان ما شافوهمش قبل كده في المستوى الخامس من سنين طويله، ودي حاجه طبعا تقلق جدا. شكرتهم نينا علشان نبهوها وطلعت تجري عشان تبلغ الزعيم، اما هم فخدوا الاحجار السحريه علشان يبيعوها. اما الزعيم فاول ما بيعرف المعلومه دي بيقلق جدا وبيقرر ياخد استعداداته، وقال لنينا استعدي مجموعه السيف القرمزي واللواء الابيض مع بعض. وبعد كده بيدخل ابيل والمجموعه بتاعته بيسلم على فيليبس من بعيد وتحسه مش طايقه كده، وشرح لهم الزعيم الوضع وان في خطر كبير جدا. فسالوا فيليبس وايه المطلوب مننا؟ قال لهم تدخلوا ديماس وتتحققوا من الفوره الماديه العظيمه، وده لان عدى 10 سنين من اخر موجه حصلت، وده معناه نتوقع ان ده ممكن يحصل في اي وقت. فبيعرض عليهم الزعيم فلوس قبل وبعد العمليه، وبيسالوا ابيل عن مهمتهم بالظبط، فبيقول له الزعيم ان كل هدف يتاكد من وصولهم وبس، وبيتقفل التماس قفل مؤقتا وبيبداوا المهمه بتاعتهم الفجر. وبنروح لغرفه ريو واصحابه هم قاعدين بيتسامروا محدش لسه عارف حاجه، فبيقرر ريو انه هيروح المكتبه الشماليه عشان يلاقي كتب احسن. ايتو عرفوا انه اصلا مش اي حد بيروح هناك، المغامرين من الرتبه دي فيما فوق بس. اما نيلز بقى بيقول له انا هاخد الشله ونطلع ديماس دلوقتي، وبيتمنوا له التوفيق وبيمشوا. وبيروح ريو وهو في المكتبه وانبهر بالكتب، بس حس انه تايه في بحر الكتب ومش لاقي الحاجه اللي عايزها. وبالصدفه بيشوف سيرا وبرضه بيتنح قصادها. وفي الجانب التاني بنشوف الزعيم واخد الفرقتين بتوعه ومعاهم كل المغامرين من الرتبه جيم فيما فوق، ولسه يا دوب بيتحركوا عشان يدخلوا. ابيل بيحس بحاجه غريبه، فبيقول لين تعمل مسح سحر للمستوى الاول، ولما عملته لقيت اعداد كبيره جدا وكمان عند المدخل، يعني حرب للركب يا معلم. وبسرعه راحوا
وراحوا بلغوا الكل بان الوفره الماديه العظيمه هتحصل دلوقتي والكل لازم يشارك في الحرب. في نفس الوقت بنشوف ريو الرايق واللي ولا على باله حاجه، والسيره بترحب بيه وبيتعرفوا على بعض، فبتقول له كنت حاسه اننا هنتقابل تاني، وهو برضه ضارب لخمه ومش عارف يقول ايه. سالته عن اللي بيدور عليه علشان تساعده، فقال لها انه بيدور على كتب الخيمياء عشان عايز يصنع جلم، فانبهرت بالطموح بتاعه واخدته وراها علشان هي تعرف معظم اماكن الكتب. وهم ماشيين في المكتبه بيتسايروا، فبيعرف انها من الالف وكمان مغامره من الرتبه بيه. وبعد كده بننتقل للاستعداد للحرب، والكل بيتمركز حوالين الدماس منتظرين خروج الوحوش. وجم فعلا وكسروا باب الدماس ودخلوا عددهم كبير جدا، وعلى طول الزعيم امر بالهجوم، والكل اشتغل برمايه الاسهم، لكن الزعيم كان باين عليه الخوف والتوتر علشان العدد المره دي كبير جدا، وفضلوا يضربوا في بعض بالاسهم. وابيل قال لين حافظوا على قوتك السحريه لان الموضوع شكله مطول. حتى الاسهم كانت خلصت، بس رجعوا جمعوا كتير منها تاني ووزعوا على المغامرين. وجين يلزم الاسهم لابيل وبلغوا رساله من الزعيم بتقول ان ورا الحشود الضخمه دي اكيد في وحش اضخم. وبعد انتهاء الحرب والقضاء على الوحوش كلها، الزعيم امر المجموعتين ينزلوا عشان يواجهوا الوحوش التانيه، وهم 3 زعماء جوبلين. وبكده هم فهموا ان ورا ال3 دول ملك اقوى منهم. ابيل قسمهم على الزعماء عشان يقدروا عليهم، ونزلوا فيهم ضرب بالسيوف لحد ما ظهر الملك وقتل القاده بنفسه عشان يطلع لهم، وكان قوي جدا وصد كل ضرباتهم. بس هم كان عندهم خطتهم برضه. ابيل اداله ضربه في قلبه بالسيف بتاعه، وخرجت لين بالسحر بتاعها، مطر الطلقات في كل حته في جسمه لحد ما اتكوم على الارض اخيرا. والكل هتف وفرح بالنصر العظيم ده. وفي العالم الموازي خلص ريو رحلته في المكتبه ومشي، ولما بيرجع ويدخل النقابه بيتفاجئ انهم بيحتفلوا، وبنشوف الزعيم وهو نفسه ينزل يحتفل معاهم بس وراهم كبير. وبعد كده بيدخل ريو في مود الحفله بعد ما عرف انهم بيحتفلوا بانتهاء الوفره الماديه العظيمه. واصحابه شرحوا له بحماس قد ايه ابيل كان شجاع وموت الوحش بضربه واحده وعمل وسوى. فابيل سمعهم وجه يشرح لهم انه استخدم مهاره الظل الكامل، ودي تقنيه بتتفادى اي هجوم بعيد وحتى السحر. وشويه وبيدخل عليهم بيت مجموعه السيف القرمزي، ولين اللي شاغله بالها بسحر ريو سالته عن جدار الجليد، فشرح لها انه يقدر يعمله في الهواء وان الحد الاقصى له هو 40 متر. وبان قد ايه هي مبهوره بيه. ابتسم وقال لها ما هو برضه خد مني وقت طويل عشان اعرف اعمله. لين ما سكتتش واستغربت وفهمته ان المفروض لكل سحر تعويذه بيعملها الساحر ودي بتبقى معروفه. جاوبها ان لكل واحد واسلوبه الخاص. تنحت اكتر ولسه برضه مش قادره تستوعب قوه السحريه دي جابها من انهي كتاب ولا روايه. وبعدها بنشوف نيلز وقد ايه هو مفجوع وهمه على بطنه. اما لين فبتكون لسه متنحه، فبيعرف ابيل ان هو عادي ممكن يمارس السحر من غير القاء تعويذه ولا حاجه، ودي طبعا حاجه ما حصلتش قبل كده. وتاني يوم بيقف ايتو وزمايله عشان ياخدوا مهمات ويشتغلوا بس مش بيلاقوا، وده بسبب الدماس اللي مقفول. وبيعدي عليهم ريو يسالهم واقفين كده ليه، فبيشرحوا له الوضع، وهو بيعرفوا انه جاي ياخد ادوات عشان يتدرب على الخيمياء بس اتباعت كلها. وهنا ايتو قال له ان في خام النحاس السحر بس ده غالي جدا. اما نيلزي فبيبص لمكان الاستقبال وبيتمنى لو يجي اليوم اللي يشتغل فيه، خصوصا لانه مفلس هو وزمايله، بس للاسف الدنيا ملخبطه بسبب الحرب. وهنا بقى فكر بطلنا في فكره جهنميه وقال لهم بقول لكم ايه، انا هشغلكم، ايه رايكم؟ ايتو ما فهمش قصده ايه، لكنه بيقول لهم لو في مكان بره الدماس يقدروا منه يجمعوا النحاس السحري يروحوا يجيبوه. وبيقول لهم نيلزي اننا ممكن نلاقي في منجم مهجور. قال لهم قشطه وليكم منه 4 قطع ذهبيه على كل اللي هتجيبوه، لو كمان هشتري منكم النحاس السحري ب 25 قطعه ذهبيه، وما عنديش شروط غير انكم ترجعوا بالسلامه. وهنا بقى نيلز طار من الفرحه وما كانش مصدق انه هياخد الفلوس دي كلها مقابل حاجه بسيطه كده. وهي دوب لسه بيدخل ريو اوضته علشان يرتاح، بيسمع صوت خناقه في الشارع. بيجري يبص بيلاقي ناس لبسها غريب وماسكين في بنت وعايزين ياخدوها بالعافيه عشان تخدمهم، ومعاها واحد من المغامرين بيصدر لهم بس مش قادر عليهم. وفجاه واحد منهم رجله اتثبتت وما قدرش يتحرك، وبيبص وراهم لقوا فيليبس واقف وزعق لهم ازاي تكونوا فرسان المدينه وتعملوا الحركات البايخه دي. بس الفارس حاول يستقل من فيليبس علشان هو مجرد مغامر وما يعرفوش هو مين، لكنه ما سكتلوش طبعا وفاجئوا بانه من نبلاء المدينه ووريث عائله هاينلاين. واضح انها عائله تقيله في البلد وعشان كده خدوا بعضهم وطلعوا يجروا. وبعد ما شكروا على مساعدته ليهم بيبص فيليبس لقى ريو بيتفرج من الشباك، ففتحه واتعرف عليه. وفيليبس عارف ان ريو هو اللي ثبت رجل الفارس علشان ما يضربهمش، وشكروا على كده وبعدها مشي. بنشوف بعد كده ريو قاعد يتعشى ودخل عليه ابيل وحب يغلس عليه وقال له بس انا ما عزمتكش على العشاء. قال له انا مش مستني الصدقه من المبتدئين. فاستفز ريو علشان عارف انه رايح حي المتعه، بس ابيل اتعصب وحط ايده على بق ريو وقال له يابا الحيطان ليها ودان اخرس. وفضلوا شويه بيتكلموا عن البنات، وريو قال له انت شكلك معجب بريها يا خلبوص، فاتكسف وتعصب وهزقه. فسكت ريو بدل ما ياخد له قلمين وقال له امال انت جاي عايز ايه، ووضح له انه محتاج مساعدته في انه يلاقي واحد صاحبه محقق قبل ما تحصل له مشكله. بس فجاه ريو وقف ونده على ابيل وبص على 2
لكن شكلهم غريب، وريو استغرب وجود ناس غريبه في البلد لان الدماس مقفول ومحدش بيزوره، فخدوا بعضهم ونزلوا يشوفوا مين دول. وفجاه هجم على ريو واحد منهم، بس على مين؟ بطلنا مستعد له واداله الضربه المتينه ونزل عليهم بقى الواح الجليد. وبعد ما هزموهم لقى ابيل معاهم اداه خيمياء. ريو فرح وكان عايز ياخدها، بس هو قال له فكك يا حبيبي ده دليل. وبعد ما كتفوهم عرفوا من الكارنيه بتاعهم انهم مغامرين من الرتبه ج من جيكلر. وفي الاخر ابيل سابهم لحراس المدينه يشوفوا شغلهم معاهم. وبنشوف فيليبس ماشي في امان الله، لكن الفرسان ماشيين وراه عشان ياخدوا حقهم منه، لكن الموضوع مش هيتقفل كده. وفجاه اتثبتوا ما يقدروش لا يتحركوا ولا يتكلموا، وهتاري واقف وراهم شينا من فرقه اللواء الابيض ومثبتهم بالسحر، ومره واحده ولعت فيهم وهم الصراحه يستاهلوا. وفيليبس في سره بيقول لها قشطه عليك يا شينا جدعه. وتاني يوم بيزور المدينه ناس كبار كده هم المسؤولين عن امن وامان المدن، وعايزين يفتحوا الدياميس، والزعيم مش موافق عشان خايف على المدينه. والاخر وصلوا لانهم يفتحوا بس المدينه، والمغامرين مش مسؤولين لو حصل حاجه تانية، وان ما كانش عاجبه هنسيبه مقفول. وبننتقل لريو اللي كان واقف قدام مكان فرقه ابيل، ولسه هيدخل لها واحده طلعت منه وبتجري وبتساله هي مستعجله مش انت مغامر؟ قال لها ايوه، فقالت له انها محتاجه تروح نقابه المغامرين دلوقتي حالا وضروري، وبتتكلم بعصبيه جدا. واستسلم واخدها للنقابه. ولما وصلت ادت الرساله لابيل وقالت انها من الاستاذ هيلاريون من العاصمه. ولما قراها لقى طلب دعم السحره الملكيين جوه الدماس. استغرب ابيل من فتح الدماس دلوقتي وحكى لهم عن حاجه حصلت زمان، وهي ان من عقود فاتت فرقه من الرتبه الف راحت وما رجعتش منه تاني ابدا، وده بعد ما حصل وفره ماديه عظيمه، وده السبب ورا قفل الدماس دلوقتي، ومحدش ممكن يتوقع اللي ممكن يحصل الفتره دي. وبعدها استاذن ريو عشان يروح ياكل بقى، ولما مشي قعدوا يناموا عليه شويه. ولين سالت ناتالي اللي جابت الرساله وقالت لها ما سمعتيش عن سحر بيصنع الجليد في الهواء، فاستغربت جدا، وخصوصا لما عرفت ان ريو اللي وصلها بيعرف يعمل كده. وهنا بقى اتدخل ابيل وحذرهم انهم يدخلوا في حرب ولا خناقه مع ريو لانه هيفعصهم. وهو برضه نبه ناتالي انها لو احتاجت حاجه ممكن تلجا لريو. وبعدها نزل ابيل عشان يدعم السحره وهم بينظفوا الدياميس ويطمنوا على اجواء. وعجبوا قوي ادوات السحر اللي بتصنعها الخيمياء، فعرفوا ان واحد صاحبه مهتم بيهم. استغرب الراجل ان عنده صحاب، فاتضايق ابيل وقال له هو انا مش بهمش ولا ايه؟ وفي اوضه ريو بنلاقيهم ملمومين وبيديهم حقهم في الفلوس زي ما وعدهم لما يجيبوا له النحاس السحري. وبنشوف جوه الدياميس الباحثين ومعاهم فرقه السيف القرمزي، وبعد بحث دام 3 ايام ملوش وحوش خالص. وتاني يوم الزعيم موقف المغامرين وبيملى عليهم شويه تعليمات. وسال ريو الزعيم هو لون الاحجار اللي طلعت من الجوبلين كان ايه، فجاوبوا ان لونها باهت. استغرب ريو قعد يفكر شويه. وبنرجع للمجموعه اللي جايه تطمن على الدياميس، فجاه بيلاقوا بوابه سودا، والزعيم بتاعهم كلايف قال لهم طلعوا بسرعه المعدات عشان نشوف ده ايه. لكن اللي حصل بعد كده كان كارثه. طلعوا الادوات عشان يقيسوا كثافه الطاقه السحريه ورا البوابه، وبمجرد ما حطوا الادوات حصل حاجه عجيبه جدا، اختفوا تماما. فجاه لقوا نفسهم في مكان غريب، والزعيم كلايف فكر ان ممكن يكون المكان ده هو مصدر وحوش الوفره الماديه العظيمه، وساعتها هيكون ده اكتشاف عظيم، وعمال يحلم انه يترقى ويبقى رئيس قسم. وبعد كده ناتالي لاحظت ان قراءات السحر اللي في الاداه بتاعتها اختفت، وواقفه هي وزمايلها مذهولين ومش فاهمين. والرئيس بتاعهم فجاه قرأ انهم راحوا المستوى ال40 في الدماس. وبعدين دخل عليهم واحد من جامعه السحر مكلفينه يشوف لو في حاجه غريبه بتحصل، وحكى لهم ان الناس وهي نازله الدماس اختفت، واتفقوا انهم لازم يبلغوا زعيم نقابه المغامرين عشان يجي يشوف ايه اللي بيحصل ده. لكن ناتالي طلعت تجري فجاه. وبعدين بنشوف نينا وهي بتجري تبلغ الزعيم بتاعها اللي حصل، وان العميد كريستوفر من جامعه السحر طالب حضورك. والزعيم اصيل ما فكرش غير في ابيل والفرقه بتاعته، امن مكانه وقال لا محدش يعرف بالكلام ده وراح على الدماس. وفي الجانب التاني بنشوف ريو هو عمال يلف في المكتبه زي التايه، ولسه بيتخيل سيره لقاها بتنده عليه، فجري عليها وقال لها انا عايز كتب عن الوفره الماديه العظيمه. وبعدها بيتناقشوا لو في علاقه ما بين الكسوف اللي حصل في المدينه وظهور الوحوش دي. وهنا قالت له انها معاه في الراي ده، واستغربت انه عارف الحوار ده، وهو في عقل باله انه وقت ما حصل الكسوف كان بيحارب وحش من الاكوما. وبعدها غير الموضوع عشان ما يقولهاش، وسالها عن الوان احجار الوحوش، فعرفته ان كل ما عاش الوحش فتره اطول لون الحجر بيبقى مشرق اكتر. وفكر بعد كده ان طالما لون احجار وحوش الوفره الماديه العظيمه باهت، ده معناه انهم اتواجدوا حديثا، انما لسه التانيين ما جوش. وهي كمان وافقته الراي، وده معناه ان اللي جاي سواد. وبنروح تاني للمكان العجيب اللي اتسجنوا فيه، وبيسالوا نفسهم هم فين، بس ما حدش يعرف حاجه. بس الحمد لله الاجهزه السحريه بتاعتهم شغاله، وده ادالهم شويه امل لان حد يجي يلحقهم. لكن هنا الراجل حس بشويه هوا وسال رهيه وقال لها الهوا ده ما بيفكركيش بحاجه، فقالت لهم زي ساحه الملاذ. وهنا ابيل عرفهم ان دي تعويذه ما يقدرش عليها للكهنه الكبار اللي رتبتهم عاليه، ودي مشكله كبيره لانهم كده اتحصروا جوه حاجز، والمكان ده خطير جدا. وبعد كده لين استخدمت المسمار بتاعها عشان تعرف في حد
هنا ولا لا، واكتشفت وجود شويه ناس على بعد 500 متر، حوالي 1000 شخص وكائنات تانية. وهنا فهم الراجل الكبارة ان كلايف والناس اللي معاه اتشحنوا على هنا هم كمان. وبعد كده بيتجمع زعيم النقابة مع العميد كريستوفر، وبيشوف انه من الصعب الوصول للمستوى ال40، وكمان هم لسه ما يعرفوش سبب اختفائهم. والعميد قال انه مش هيقدر يورط الناس بتوع في امر خطير زي ده، ونفس الشيء زعيم النقابة، وقرروا يسيبوها على ربنا بقى. وفي المستوى ال40 بنشوف ان في حرب بدأت، والكل بدأ يستخبى، والسحرة حاطوا نفسهم بجدار عازل، وفي منهم كتير مات واتصاب. وبيقرب منهم مجموعة كبيرة من الشياطين، وقت ما بيشوفهم كلايف بيتخض. وحتى لما قرر ابيل والناس اللي معاه يمشوا ناحيتهم، شافوا الشياطين واترعبوا لانهم كمان بيصدوا السحر. بس برضه ده ما خلاهمش يستسلموا، واستجمعوا قوتهم السحرية وضربوهم بالاسهم، وقدروا على شوية منهم في الاول. ولما خلاص قوتهم السحرية ضعفت، حاربوهم بقوتهم الجسدية، وكل واحد ماسك سيفه وبيهجم، لحد ما لين تعبت ونفذت قوتها السحرية، وفضل منهم شوية وهم دول الزعماء، بس للاسف قوتهم اكبر. وهنا بقى قرر ابيل يروح يحارب ملك الشياطين لوحده، وطلع ضد السحر فحاربه بالسيف وما قدرش عليه خالص. بالعكس ده كمان ضرب في السحرة اللي كانوا محاوطين نفسهم، والهالة اللي حواليهم اختفت. يعني الوضع بقى نيلة خالص وقفلت من كله. بعد ما خلاص ابيل راحت قوته، الشيطان استغل ده ورفع سيفه، وريهي هتموت من الخوف على ابيل. وفجأة حصل اللي ما توقعهوش، نزل عليهم ريو، ولما شاف ابيل مرمى على الارض قعد يسف عليه ويقول له مالك خسعت كده ليه؟ فوقف ابيل بالعافية وقال له انا بس كنت بريح شوية. وبعد كده قال له اقعد انت بس على جنب وسيب لي شويه الشياطين دول. وفضل يقرب منهم ووقع شويه منهم بالسحر الجليد، والشيطان مسك سيفه عشان يحاربه، فمسك هو كمان سيفه وقال له وريني اخرك. وبنشوف بعد كده ان ابيل عارف لما ناتالي جريت تدور عليه في اوضته، واصحابه قالوا لها انه في المكتبه، فراحت له حكيت له اللي حصل. المهم ان بطلنا واقف قصاد الشيطان زي الاسد، وبضربه سيف واحده كان منيم راسه جنب جثته. بس الحلو ما يكملش، لان الشيطان ما ماتش ولا حاجه، ده شهر راسه وركبها تاني. وطبعا ريو ما استسلمش، اطلق عليه سحر المسدس القاشط وخرمه من كل حته، وتحاول بعدها لشويه تراب وخلص على كده. وبعد ما شكروا ريو على انقاذه ليهم، ريهي حضرت ابيل لانها خافت عليه قوي، ودخل عليهم المستشار ارثر يعرفهم بنفسه. وفي الاخر لموا حجاره الشياطين السحريه عشان لما يبيعوها يوزعوا فلوسها على اهالي الضحايا. وبعد كده بنشوف ليونور داخل على شويه بشر ترز فيهم، وقتلت واحد منهم عشان قرر يحاربها، واخدت الكره السوداء اللي كانوا بيحموها، واتكلمت عن ريو وقوته لانه من البشر زيهم، وخدت بعضها ومشيت. واخيرا بنشوف المجموعه كلها خارجه بسلام من الدماس، وفي طريقهم قابلوا مغامرين من المدينه، ولقوا الكره السوداء، ولما كشفوا عنها باداه سحريه لقوا ان مسحوب منها السحر من شويه بس. فالمستشار طلع كيس واخده معاه، ولما وصلوا بالسلامه فرح زعيم النقابه، بس ما بينش قوي، وعاتب ريو انه عدى الحراس وهو دخل الدماس لانهم اعترضوا طريقه. لكن المستشار ارثر دافع عنه وقال له حيلك يا عم، ما هو لو ما كناش هنعيش. بس الزعيم ما اكتفاش بالكلام، فاخدوا ارثر على جنب في خيمه، وفضل بقى يحكي له اللي حصل وقد ايه ريو قوي، وان ابيل كان هيموت على ايد ملك الشياطين. واتفقوا ان اللي عمله ريو ما يتذكرش في اي تقارير، وما يتقالش لحد عشان ما حدش يلعب في عقله فيعاديهم. من الاخر خايفين منه. وبعدين بنشوف ريو بيجر اصحابه في الاوضه وبيجري، وهم مش قادرين يحصلوه، وسبقهم، وفي طريقه شم ريحه الكاري اللي بيعشقه. واول ما دخل لها السيره صدفه، وقالت له تعالى حماتك بتحبك، وطلبت له طبق كاري معاها، وسالته عن مكان اقامته، فقال لها في سكن النقابه. لكن هي استغربت لان ده سكن المبتدئين، لكنه فهمها انه دخل النقابه برتبه دي. فضلوا يتكلموا، بس ساعه ما دخل طبق الكاري هجم عليه ريو، ولما خلصوا طلعوا بره، وسالها ريو انت ازاي مغامره ومش بشوفك في المنظمه. وهي قالت له انها شغاله في العاصمه الملكيه اليومين دول، وكمان طلعت مدرسه مبارزه لتنظيم فرسان المارجريف. ولما لقيته مستغرب كده قالت له خلاص لو ما وراكش حاجه تعالى وشوفني وانا بدرب. بس هي بقى غفلته وخدته تبارزوا هي، وبداوا هما الاثنين مبارزه بالسيوف، وانبهر ريو بسرعتها وقوتها. وبعد كده دخلت عليه بالسيف بسرعه رهيبه، ما قدرش يتصداها لدرجه انها كسرت له السيف، وقال لها لا حيلك انا مش ههدك، واستسلم. ورد فعلها كان غريب شويه، وجريت عليه وحضنته، وبعدين اعتذرت له وفهمته انها بتستعمل سحر الرياحه عشان تزود سرعتها بالطريقه دي. وبعدها عبرت له عن انبهارها بان ملك الجنيات علمه المبارزه بالسيف. استغرب انها عرفت مع انه ما قالش، فقالت له انها استنتجت كده من طريقته كمان لبسه. وبعدها دخلت عليها المساعده وقالت لها جه دور درس السيد الفونسو، ودعته وقالت للمساعده وصليه. وقابل في طريقه زعيم النقابه راكب عربيه بحصان، فاخدوا معاه وقال له صحيح انت عملت الصح مع ابيل والجماعه في الدماس، لكن برضه هتتعاقب عشان ما سمعتش كلام الحراس لما منعوك تعدي. وعقابه كان انه يروح مع التجار في رحله ذهاب واياب. وبعدها كشر له كده وقال له وجهتك هي ويتناش. دخل نيلز على ريو، كان عايزه يساعده في انه يخش معاه في مهمه صيد تبع قريته الام، وهي قريه ابالي. وطبعا هو ما ينفعش يدخلها لوحده عشان رتبته. وامون عرفه ان
الوحوش اللي هتكون هناك هي الجوبلين ووحوش الهياكل العظميه. فاستغرب ريو وفكر شويه مع نفسه واتحمس عشان هيقابل وحوش جديده ووافق ينضم ليهم في المهمه. راحت المجموعه عند زعيم النقابه وقال لهم انه بعت فرقه تانية المدن تصطاد وحوش وفشلوا بالرغم ان المهمه سهله، بس المشكله ان اهل المدينه مش متعاونين معاهم. وبعدين حذرهم انهم ياخدوا بالهم لان مغامرين من الفرق التانية من الرتبه رجعوا مكسحين. وتاني يوم الصبح ريو اخد صحابه في الاوضه وانطلق ناحيه مدينه كايلادي، ولانها بلده نيلز اول ما الناس شافوه رحبوا بيه. وبطلنا ريو طبعا حب يسف عليه شويه وقال له شكلك كنت من الصايعين في البلد دي. اتكسف شويه وبعدها قال له يلا بينا على عمده وعجوز القريه عشان نشوف هنعمل ايه. وبعدها دخلوا على عمده القريه بولان، واول ما شاف نيلز فرح قوي ورحب بيه وقال له فاكر ياض ايام الشقاوه. فتعصب نيلز وقال له اكتم خالص هتفضحنا. وبعدها عرفوا على اصحابه ورحب بيهم. وبعد كده قعدوا يتكلموا في المهمه وشرح لهم ان الهياكل العظميه كانت في الاول موجوده في الغابه الشرقيه ومش بتعدي حدودها، ولكن مؤخرا بقوا يظهروا كتير. اما الجوبلين شفتهم في الجهه الجنوبيه من الغابه. ووضح لهم ان الفرق اللي كان قبلهم لما جت تحارب الهياكل العظميه والجوبلين راحوا في منطقه ممنوع الدخول فيها وهي الغابه الشرقيه، وعشان كده لما جت فرقه تانية اهل المدينه طردوهم، والمكان ده بالذات متجنبينه من اجيال فاتت. وبعد كده نيلز فهمهم انه ما يقدرش يبوح لهم باسرار القريه الا لما يستاذن العجوز الاول. وبعدها راحوا كلهم ما عدا نيلز على بيته، واللي هناك تعرفوا على اخواته وفضلوا يكلموهم عنه وانه ربهم واهتم بيهم بعد وفاه والدهم ووالدتهم. وقالوا لهم كمان ان الفرقه اللي جت قبليهم تجاهلت عاداتهم وتقاليدهم علشان كده اتطردوا منها. وهو بيرجع بعدها نيلز وبيقول لهم ان خلاص العجوز وافقت على المهمه، وفكر انه يواجه الجوبلين الاول وبعدها الهياكل العظميه. وبنشوف نيلز وهو بيتكلم جد شويه وبيمليهم قواعد البلد دي، وهي ان في وحش حامي عايش في الغابه الشرقيه. وطبعا ده ما يعديش على بطلنا ريو اللي اتحمس جدا كالعاده عشان يقابل وحش جديد، وقعد يفكر مع نفسه ازاي هيقابله. وقال في باله يا اخيرا هقابل وحش جديد وقوي، لحد ما قفش نيلز، لكن طبعا هو انكر انه بيفكر في حاجه كده ولا كده. كمل نيلز وقال لهم ان الحاجه التانيه هي الضريح وعجوز القريه هي اللي هتكلمهم عنه بنفسها. وتاني يوم بياخدهم بولان على المكان اللي ظهر فيها الجوبلين وشافوا اثار ليهم كمان. وما عداش ثواني وحس ريو ان في مجموعه منهم جات جر شكلهم دلوقتي، لكن هم عملوا خطه صايعه وهي ان ريو هيجمدهم وامون ونيلز يخش عليهم بالسيوف يكسروهم. وبرضه الفرقه ما سابتهمش في حالهم، راحوا وراهم على الكهف اللي مستخبيين فيه. وبسرعه ريو جمدهم بسحر قيود الجليد وبعدها هجموا عليهم بالسيوف، واللي ما توقعوهوش بقى انهم يلاقوا جوبلين ضخم خارج لهم من الكهف. وبسرعه الوحش رفع سيفه لسه هينزل بيه عليهم. بطلنا ريو قيده بقيود التلج وجابوا على الارض وطلب من نيلز يخلص عليه بالسيف. وبعد كده بنشوفهم ماشيين يغنوا ومبسوطين انهم انتصروا، وكمان اخدوا الحجر السحري بتاع الوحش. ولما خلصوا وصلوا للقريه هناك قابلوا عجوز المنطقه وبولان عرفهم عليها بانها مستشاره القريه السيده ناسو. فقامت مهزقها لك كلمه عجوز القريه دي صحيح ما تحسب ملافظه كحالتها. وهم ماشيين كلهم سوا لاحظ الكاهن ايتو تميمه السهل الولا العجوز عليها وعليها شعار اله الارض، وشرحت لهم ان اهل القريه هنا بيقدسوا اله الارض. وبعدها وصلوا عند مكان الوحش الحلمي والولا العجوز قالت له احنا جايين نستاذن حضرتك لقبول طلب الصيد. وفي الوقت ده عين ريو بتلمع هيموت ويشوف الوحش. لما خرج لهم كان شكله لطيف خالص وهو بيتكلم زيهم، وقعدوا يتعرف عليهم وقال لهم اسمه نيكوسين. واستغربوا لان مش بيقول اسمه لاي حد كده والسلام. حتى بولان قال ان ده ما حصلش قبل كده، بس هو وضح لهم انه قال اسمه عشان الساحر ريو لان الوحش نيكوسين من قرايب الجنيات فاحتراما ليهم يعني وكده. وكان مبسوط قوي ان ريو موجود وعمال يمدح فيه كفايه بقى. ودخل اخيرا في المهم وقال لهم ان في من الوحوش حوالي 30 حوالين الضريح وهتلاقي اقواهم جوه. وعلى طول راحوا الضريح والكاهن ايتو موت من الهياكل كتير ولسه بيفتحوا باب الضريح قابلوا الكبير بتاعهم وعملوا خطه صايعه برضه. ونيلز ادالهم اسلحه وقال لهم انه هيجروا لبره وهم يقضوا عليه بالاسلحه دي. وجر الوحش عشان يطلع بره، واول ما خرج زحلقه ريو على زحليقه تلج. وعلى طول نيلز وامون دوروا فيه الضرب، وكل ما الوحش يجي يقوم يتزحلق تاني. وهنا بقى نيلز مسك السلاح بتاعه وطام له رقبته وخلص عليه. وبعدها قعدوا هلكانين من التعب شويه ودخلوا كلهم الضريح من جوه ولقوا جوه تمثال شايل كره سودا. فحكت لهم العجوز عن الموضوع ده، وهو ان كاهنه قديمه في القريه قالت ان في جوهره براقه في الضريح بس فجاه بقت ضلمه واتكسرت. وشرحت لهم ان ما كانش حد دخل الضريح وقدر يحارب الوحوش اللي فيه غيرهم. وفي الاخر قفلوا الضريح اللي عامل لهم مشاكل في القريه ده. وفي نهايه اليوم ودعوا اهل القريه ومشيوا. ولما خلصوا وقفوا يتكلموا قرر ايتو مع امون ونيلز انهم يشوفوا سكن بره النقابه. ولما اخدوا راي ريو يجي معاهم قال لهم سيبوني افكر في الموضوع شويه. بعد كده بنشوف ابيل في غرفه الزعيم وبيعرض عليه انه ينوب عنه في مهرجان ميناء ويتنش المفتوح، وشكله ما كانش حابب بس مجبر. وبنشوف حاجه غريبه جدا وهي ان الساحر الجحيم بيدرب المغامرين بتوعه، وبتيجي زميلته بتعرف المغامرين انهم هيغيبوا لمده شهرين عند ويتنش في مملكه نايتلي.
الاصلي، ونبهت عليهم يتدربوا كويس، وهم قدموا لها فروض الطاعه، ولسه هنعرف دول غرضهم ايه بالظبط وناويين على ايه. وبعد ما رجع بطلنا واصحابه من مدينه كايلادي، اتفق مع اصحابه انهم هيروحوا مدينه ويتناش، وهنا قرر نيلز انه يسمي الفرقه بتاعتهم الغرفه 10. وريو ساله انت متاكد يا ابني من الاسم العجيب ده؟ قال له ماله ده حتى حلوه، ودي هتبقى مهمتهم الاولى سوا. وبيستغرب ريو ان مده الوصول والرجوع للمدينه 9 ايام. وهنا قال له نيلز انت ما سمعتش عن مهرجان الميناء المفتوح في ويتناش ولا ايه؟ هنحضره وندلع علينا شويتين وهناكل ونشرب ونعيش. وبعدها بتنطلق الفرقه على وجهتها في ويتناش، وبيشرح لهم المرشد ان هم هيفضلوا 10 ايام وبعدها يرجعوا لمدينه لون، واثناء ده انتوا احرار تروحوا وتيجوا زي ما تحبوا. نيلز بقى اللي قام على بطنه قال لريو تعالى ده في شويه اكشاك مطاعم ما تتفوتش، وقعدوا ياكلوا اصناف متنوعه من الاكل ويتمزجوا قوي. وبالذات ريو لانه طبعا مدمن على اكل لذيذ ما بطلش اكل يومها، ما هي فرصته بقى، وده عشان المهرجان اللي بتقيمه المدينه فبيحتفلوا معاهم. وبنشوف بعد كده الناس اللي طالعه جديد، وبيدخل مساعد على الملازم بتاعهم وبيقول له ده في شويه عطل يا معلم. فبيسالوا المساعد تفتكر الامبراطور عايزنا نطلع الرحله دي ليه؟ فقال له يمكن ناوي يهتم بشويه اعمال دمويه في غياب الاميره فيونا، اصلها غاليه على قلبه شويتين. فجاوب المساعد ان بسبب موهبتها السحريه الفظيعه بقت رئيسه في قسم السحر وهي عندها 17 سنه بس، ده غير انها مز على حق، والامبراطور بيعاملها زي بنته. وفي حفله ملكيه شيك قوي بنشوف الاميره فيونا واقفه مع اخوها الامير كونراد، وهو قلقان عليها عشان تعبانه وعايزه تطلع تريح. والاميره فيونا بتسيب الحفله فعلا وبتروح ترتاح في سريرها وتترمي عليه من كتر التعب. والمساعده بتاعتها بتقول لها انت موهبتك ملهاش زي، اتصرفي بطريقه لبقه من فضلك. فبترد عليها انها بتمتلك موهبتين وهما استعمال السحر والسيف، ودي طبعا حاجه مخليها مميزه جدا. وتاني يوم بيحضروا حفله وكان فيها ابيل قاعد جنب الاميره فيونا، وده طبعا لانه بينوب زعيم النقابه زي ما امره، وبياخد باله نيلز انها جميله قوي. فالكاهن ايتو حب يغلس عليه فقال له انسى يا حبيبي دي بعيده عنك اكتر من حبيبتك نينا بكتير. وهنا اتعصب عليه وقال له انا مش قصدي كده اصلا. ودخلت عليهم بقيه فرقه السيف القرمزي، وقالت ريهيا لريو ان الزعيم هو اللي طلب منه يحل محله في الحفله. ولين الأروبة اكتشفت ان في درع من عنصر الريح بيحمي كراسي الشخصيات الكبار. وضحت لهم لين ان في كنز ورثته عيله لورد ويتناش وهو السبب في درع الحمايه ده. وبعد كده قالت لهم لين ان في ملازم بيحمي الاميره فيونا على طول وهو فخر الامبراطوريه الساحر الجحيم. وقعدوا يتكلموا شويه عن قوته وقدراته والحاجات اللي عملها. وبعد ما خلصوا الرغي بتاعهم لين وريهيا راحوا علشان يتفسحوا في المهرجان شويه. بعد كده بتحصل حاجه غريبه، ريو هو ماشي بيخبط بالصدفه في رجل الساحر الجحيم، بس طبعا ما كانش يعرف مين هو فاعتذر له ومشي. وبعد كده ساحر الجحيم هو والمساعد بتاعه بيشتروا اكل من المهرجان عشان الاميره، وهو متضرر يا عيني وحاسس ان دي مش مكانته، هو بس مكلف يحميها. وبنشوف ابيل بيخبط هو كمان في الامير كونراد. وبعدها بترجع الاميره فيونا على اوضتها وبتترمي على السرير تعبانه برضه، والمساعده بتاعتها بتقول لها احترمي هيبتك يا ستي. وبعدها دخل عليهم ساحر الجحيم والمساعد بتاعه شايلين الاكل اللي اشتروه عشانها. بتبص على الاكل وبتشكره وبتقول له شكرا يا معلمي، بس هو ما بيحبهاش تقول له كده. وفي المهرجان بنشوف الشله مندمجه قوي وبيعملوا لعبه رمي السهام في الهدف، وبيدخل عليهم ابيل فبيتحدى ريو وبيقول له خش يا حبيبي ورينا مهارتك. وبيطلع فعلا بس بيكون مكسوف وقلقان، ويا دوب بيرمي السهم جه في الجون على طول. وهم لو ما كانش بيعرف، والناس كلها هتفت له وانبهروا بيه كالعاده. وبتدخل ريهيا ولين وورن شالهم حاجتهم، وبيستغرب ابيل هم شاريين كل ده ليه. المهم ان لين الأروبة بتاخد ابيل وامون على جنب وبتقول لهم هي على خيرها منه عشان وعدها ياخدها لفه في المهرجان وهو ما عملش كده، لكن ريهيا بقى خدته من دراعه غصب ومشيت بيه. وبنرجع للنقابه وبنشوف سيرا وهي داخله على نينا تسالها على ريو عشان عايزاه في موضوع مهم، واتصدمت لما عرفت انه خرج في مهمه مش راجع منها قبل اسبوع. وبعد كده بنشوف فرقه ريو واقفه تتفرج على سباق المراكب، وشافوا دان زميلهم اللي دايما عامل حوارات بيتخانق كالعاده، وحتى مجموعه ساحر الجحيم واقفه تتفرج من بعيد. المهم ان نيلز وامون بيشاركوا في سباق المراكب، ولان في عداوه بين نيلز ودان فمسكوا في بعض ونسي السباق خالص لدرجه ان المركب وقع في الميه وكان شكلهم مسخره على الاخر، حتى في استلام الجائزه اتخانقوا عليها برضه. وبعدها بيقدروا يتفرجوا على سفينه صغيره شكلها حلو قوي واسمها قاذفه المطر، وبيدخل عليهم زعيم النقابه. فامون سال ودي بتتحرك ازاي، وجاوبوا الزعيم انه على حسب ما سمع عن طريق مزيج من حجر سحر وخيمياء بيدفعها سحر الرياح من فوق وسحر الميه من تحت وهي ماشيه. واحسن حاجه ان الكل كان مبسوط في المهرجان، اكل وشرب ولعب، شيء فاخر من الاخر. وبالليل بيتقابل الامير كونراد مع ابيل في حفله الحديقه، وبتدخل الاميره فيونا وبيعرفها اخوها على ابيل، وبعدها بيستأذنوا وبيمشوا. وبيحس ابيل انه عريان كده من غير السيف بتاعه، وبص فوق واطمن بوجود الحاجز السحري اللي عاملينه. بس حصلت حاجه غريبه فجاه، الموظفين اكتشفوا ان الكنز ما عادش بيخزن اي طاقه سحريه، وده معناه ان الحاجز السحري هيقع. وده اللي حصل فعلا، وفجاه ناس
وتهجم عليهم. واثناء الحفله بيحصل انفجار صعب. يا ترى مين اللي ورا العمايل دي كلها وغرضه ايه بالظبط؟ بنشوف ولد اسمه اوسكار بيساعد في صناعه الادوات لقدرته على التحكم في الحراره، والراجل بيكافئه وبيديله سيف هديه، واوسكار بينبهر بيه جدا وبياخده. وبعد كده بتطلع مجموعه من القريه تصطاد خنازير، وبيكون اوسكار معاهم وبيساعدهم في الصيد وبيهنوه على شجاعته. وبعد كده بيعملوا وليمه كبيره لكل اهل القريه. وفجاه اكتشفوا انه في قطاع طرق جايين عليهم ومش عارفين حتى يهربوا يروحوا على فين. وبعدها فضلوا كل اهل القريه ماسكين السيوف، ومن الناحيه التانيه قطاعين الطرق وبدات بينهم الحرب. وبنشوف ابو اوسكار وهو بيوصيه على امه، وبتستخبى ام اوسكار وهو معاه في بيتهم. وفجاه بيدخل عليهم راجل ضخم، وبتحاول المسكينه انها تضربه بالرمح الكبير بس هو بيمسكه، وقدام عين المسكين اوسكار بيقتل امه. الواد صرخ وجاب اخره وضربه بشعله نار وصدها الراجل، وحاول يضربه بالسيف وبرضه صده ورماه على الارض، وكان هيقتله لولا ابوه دخل في الوقت المناسب وشاف مراته سايحه في دمها فالدم اتضرب في نافوخه، وحاول انه يقتل الراجل لكن للاسف هو كمان اتقتل قدام عين اوسكار. وبرضه الراجل المفتري رايح يقتل اوسكار بس زميله قال له يلا بسرعه، وفي قطيع من الذئاب جت على ريحه الدم وهتموت الكل. وفعلا هجمت الذئاب على اهل القريه ومسكتهم واكلتهم كلهم. وبعد كده معلم اوسكار دور عليه ولقاه في البيت وقال له بينا قبل ما الذئاب تدخل علينا، لكن المسكين واقف قصاد ابوه وامه عمال يعيط وعايز يموت معاهم. بس للاسف القطيع فعلا واقف قدام البيت ومفيش منهم مفر، هيدخلوا ياكلوهم. المعلم قال لاوسكار اطلع النهر لان الذئاب ما بتحبش الميه وانا هلهيهم. واثناء ما كان اوسكار بيهرب معلمه اتصدى لكل الذئاب عشان يعرف يجري بسرعه، وبرضه جري 2 منهم وراه واتزحلق فوقع في النهر. ولما فاق وصحي لقى نفسه فجاه في مكان غريب وقصاده ناس ما يعرفهمش. والراجل عرف نفسه وقال له ان اسمه لوك ولقبه الشيخ، واوسكار كمان عرفه باسمه لكنه يعني ما تحملش وفضل يعيط على فراق ابوه وامه. وبعدها الشيخ لوك قال له ان اللي بيتولد بشعر احمر بياخد بركه اله النار. وبعد كده اتفق الشيخ مع اوسكار انه لو عايز يقعد في القصر لازم يبدا يتعلم حاجات كتير ويدرس، والشيخ هو اللي هيعلمه. طبعا اوسكار وافق بس اشترط انه يتعلم استخدام السيف بالذات لانه بيحب يحارب بالسيف. وبعد مرور السنين بيقف اوسكار قدام القصر وبيلاقي النار بتاكل فيه، فدخل بسرعه وهو بينده على معلمه الشيخ. واول ما دخل الواد لقى الشيخ مرمى على الارض مقتول وبيجري بسيفه يعور الراجل، فبيشيله هيلا بيلا وبيطعنه بالسيف، ما هو برضه لسه صغير. وبعدين بيفتكر اوسكار ان الراجل ده هو نفسه اللي قتل ابوه وامه، وبينتهي امرهم على كده، مع ان كان نفسه ينتقم منه بس مفيش نصيب. وبعد كده بنشوف ابيل في استضافه في قصر، والمضيف بيقول له انا جبتك عشان الدوره المخصصه للمبتدئين من المغامرين في لون، وشرح له انهم عايزين يعملوا زيها في ويتناش عشان يطوروا من اداء الناس بتوعهم يعني، وكمان عايز ناس من عندهم يحضروا الدورات في نقابه المغامرين ويتعلموا منهم. وفضلوا يتكلموا وكان في جهاز عازل للصوت فمحدش هيسمعهم ولا هم هيسمعوا حد. وبنرجع للحفله تاني وحاولوا يخلوا ساحر الجحيم ياكل لكنه مرضاش الا لما يطمن على اميره فيونا. وفجاه بيلاقوا ضربات من نار بتهجم عليهم من كل حته ما يعرفوش جت منين، ما هو خلاص الحاجز السحري اتشال. والاميره فيونا جريت على اخوها المتصاب بس هو مرضاش يخليها تستعمل كل سحرها عشان مش ضامنين الظروف. فبتبص بعيد لقت مكان يقدر يستخبى فيه وقالت له يروح هناك بس بالراحه وساندته لحد ما وصلته لبر الامان. ولما اطمنوا قال لها حاولوا توصلوا للفرسان اللي بيحموك عشان مش هنقدر لوحدنا، بس كده مكانهم هيتعرف والاشرار هيجوا. فاطلقت في الجو طلقات ضوئيه عشان يشوفوها ويجوا يلحقوهم. واول ما شافها ساحر الجحيم في الجو فهم ان الاميره في خطر واخد اتباعه فورا وجريوا على هناك على طول. وفي الاخر اضطرت الاميره فيونا هي واخوها يحاربوا الاشرار دول بكل قوتهم، بس واحد منهم ساحر قال ترانيم وضربهم بطلقات صعبه، بس فيونا على قد ما قدرت صدت الضربات دي بس طبعا فقدت كتير من قوتها ولسه ما فاقوش من الضربه دي. وفجاه فيونا حست بخطر فجريت زقت اخوها وهي بتقول له حاسب، ووقفت مكانه فعلا خرج بركان نار طيارها بعيد قوي. والساحر الجحيم واقف يتفرج وافتكر ساعتها كل حاجه حصلت في حياته بس ما كانش عارف يتصرف ازاي، لكنها وصلت عند امون ايتو وقدر نيلز انه يجري بسرعه ويلقطها قبل ما تقع على الارض واطمن انها عايشه بس مغمى عليها. وجالهم برضه من المقنعين الاشرار وحاربهم امون وايتو، وجالهم جري ساحر الجحيم وقال لهم انتوا بعدوا عنها مع ان هم اللي انقذوها. بعدها بنشوف ابيل بيجري واول ما شاف الامير كونراد متصاب اتخض ولسه ريو ما يعرفش حاجه عن اللي حصل فماشي بروقان وشال الاكل واتنين من الاشرار بيجروا فبيخبطوا فيه وقعوا الاكل وقال لهم يا بهايم ده انا ما صدقت وقفت في الصف وجبتهم. ولما شافهم حس ان في حاجه غلط بتحصل ولازم يدعبس في الموضوع ويشوف فيه ايه. ولما بنرجع للساحر الجحيم اللي كلف نفسه وجه عند الاميره وهو بدل ما يشكرهم عشان انقذوها لا ده نزل فيهم ضرب، وايتو عمل حواليهم حاجز بالسحر عشان الضربات ما تصيبهمش. بصراحه بجاحه قوي وللاسف ايتو اتصاب وخرج دم من بقه وما قدرش يصد الضرب وحدف عليهم ضربات تانية. ونيلز
تشارلز لسه شايل الاميره ومش راضي يسيبها وخايف عليها، لكن ساحر الجحيم عايزهم يبعدوا عنها لانهم ما يستاهلوش اصلا يقربوا منها. وفي اللحظه اللي اطلق فيها ضربات كانت خلاص هتقضي عليهم، اتبنى حواليهم جدار سميك من التلج صد الضربات دي. وطبعا كلنا عارفين ان بطلنا ريو هو اللي بيخش في اللحظات المهمه دي. ولما شاف صحابه متصابين قال له اشرح لي كده انت هببت ايه عشان ليلتك مش هتعدي على خير النهارده. لكن ساحر الجحيم قال له اخرس انت، وكمل كلامه مع اصحابه وقال لهم ابعدوا عنها قلت لكم بدل ما هقتلكم. شكله لسه ما يعرفش ريو واتورط معاه في حرب ملهاش اخر. ولما لقى بيصد الضربات اللي رايحه ناحيه صحابه جاله بقى وبدا بينهم حرب، ده يضرب بالنار وبطلنا يضرب بالتلج. واوسكار استغرب من قوه ريو، والاتنين فضلوا يحاربوا بعض باسلحتهم والعند بينهم شغال على اخره، وبيحاربوا من قلبهم كأن في غل حقيقي جواهم. وبعدها بنشوف ابيلو وهو داخل وزعق فيهم وقال لهم ارموا اسلحتكم كفايه كده. بس صراحه ريو هنا كسف وقال له طب اسكت لحسن اجمدك وما تتدخلش. فكمل ابيل كلامه وعرف ساحر الجحيم واللي طلع هو نفسه اوسكار اللي حكينا حكايته في الاول. وبعد كده فهموا ان اللي انت عمال بتضرب فيهم دول مش اعداء، دول مغامرين من مدينه لون، وهم اللي انقذوا الاميره وشالوها وحموها من الاشرار. فالراجل خلاص اقتنع وسكت. بس ازاي بطلنا يسكت؟ قال له يا ابيل انت مش خلصت كلامك؟ اركن بقى على جنب عشان اقتل على روقان. فاستغرب من اصراره ده، وريو بمنتهى الهدوء فهموا انه بيعمل كده عشان اذى اصحابه لازم يقتله، وكمان هيجمد له الاميره فيونا اللي فرحان بيها دي. واول ما سمع اوسكار الكلمتين دول صار من الغضب وما بقاش حد عارف يوقفه. الموضوع هنا بقى مساله عند درجه اولى، نزل عليهم اسلحه من نار وطفاها ريو باسلحه من ميه. وعلى هذا الحال فضلوا شويه يحاربوا بعض بدون اي داعي. وبعد كده حاول ابيل انه يوقف الحرب اللي بينهم وقال لهم اتكسفوا على نفسكم هو ده وقته. وبص الريو وقال له انت كده هتعمل حرب بين المملكه والامبراطوريه. بس ريو دماغه 1000 جزمه يموته، واطلق عليه سلاح من تلج وتصدر له ابيل، وفهم انه مش هيسمح له يكون سبب في حرب ابدا حتى لو كلفه ده حياته. والحمد لله قدر يقنعه يهدى شويه والحرب انتهت على كده. وتاني يوم الصبح اتجمعوا ودخل عليهم ابيل وهو مرهق وتعبان، وفهمهم انه خلاص صلح سوء التفاهم اللي حصل بين ريو واوسكار، وكمان اعتذر له وعدت على خير. وبرضه اداهم خبر فرحهم وهو ان الاميره فيونا بنفسها عايزه تشكرهم عشان انقذوها وهتديهم مكافاه ماليه كمان، وده طبعا فرحهم جدا. وبنشوف بعد كده سيرا وهي حزينه وعماله تلف هنا وهناك ونفسها تشوف ريو، شكلها السناره غمزت حتى هي مستغربه نفسها. واول ما بتفتح باب المطعم بتلاقيها قاعد ياكل، فدمعت من الفرحه انها ملت عينها منه ودخلت على طول وقعدوا يتسامروا سوا. وبعد ما اكلوا اخدته على المكتبه وورت له ورق يخص الخيمياء اللي بيدور عليها، ولما جه ينسخ المكتوب وقفته عشان ما ينفعش يستخدم سحر النسخ هنا، وهو اصلا يعني ما كانش يعرف بحاجه اسمها سحر النسخ، ففضل ينسخ المكتوب بايده عادي. وبعد ما خلص سالها انت ازاي بتيجي المكتبه كل شويه كده؟ مش مصاريف الدخول غاليه عليكي؟ اتكسفت وقالت له انهم بيعفوها من الفلوس عشان شغاله في قصر اللورد، بس في الاول كانت بتدفع طبعا، لكن عشان هي بتيجي المكتبه كتير فبطلوا ياخدوا منها فلوس. وبعدها تنح شويه ريو كده وسال نفسه يا ترى عمرها كام دي، ففهمت على طول هو بيفكر في ايه واتضايقت، بس جاوبته في الاخر وقالت له انا عندي 200 سنه. بس هي اتكسفت لما قال لها انه شايف انها لسه بالجمال ده رغم السن الكبير، طبعا هو بشري فعشان كده مستغرب. وبعدها خدته وراحت عند الناسخ عشان تعرفوا سحر النسخ، ولسه هيدخلوا قبله في وشهم ابيل، وطبعا سالهم جايين هنا ليه، ولما قالوا له جايين ليه عرفهم انه مشغول قوي ولازم يمشي. بس وريو قبل ما يمشي قال له انا عايزك في موضوع كده ومحتاجين نقعد سوا، فقال له قشطه نتقابل ومشي وسابهم. وقبل ما يدخلوا سيرا سالته انت اشمعنى بتكلم ابيل بعفويه ومن غير تكليف وبتيجي عندنا وبتتكلم رسمي؟ وكانت عصبيه وهي بتتكلم، وقالت له انت لازم تتكلم معانا كمان بعفويه، وقربت منه جامد وقالت له تقول لي يا سيرا بس من غير القاب، وهو طبعا لازم هيسمع كلام المزه. وبعد ما خلص شغل الجنان مع سيرا راح عشان يقابل ابيل وقال له انت نسيت وعدك ليه ولا ايه؟ فين العزومه يا نصاب؟ اتحرج ابيل وقال له يا عم هعزمك حاضر مش ناسي، بس كان في شويه شغل. بس هنا فهموا ريو انه مش ده اللي عايزه عشان الموضوع ده ناجله شويه. وبنعرف ان زمايله في السكن هيروحوا يعيشوا بره السكن النقابه، وهو عايز يشتري بيت يقعد فيه لوحده عشان يركز على الحاجات اللي عايز يعملها ويبقى براحته، وكمان هو معاه فلوس كتير قوي تخليه يشتري اي بيت فيك يا بلد. فرحب ابيل بالفكره وقال له طبعا هساعدك يلا بينا. وراحوا يدوروا فعلا ولقيوا بيت كبير بس مشكلته انه بره المدينه. دخلوا ريو واتفرج عليه حته حته وحس بسعاده قوي انه غني وهيعرف يشتري بيت ملك ليه لوحده. وحتى الراجل لسه بيقول السعر لريو قام سابه وقال له هشتريه، والراجل استغرب بالسرعه دي. وعلى الجانب التاني بنرجع نشوف ميخائيل وهو بيراقب الاحداث، وقال اخيرا تواجه ريو مع اوسكار وان صدامهم الجاي هيكون اقوى، والحياه الهاديه اللي كانت منها في الاول مش هتحصل لان في حاجات كتير صعبه مستنياه. وبنشوف بعد كده ابيل واقف مع صاحب ريو مبسوطين. وبكده تكون انتهت حكايه بطلنا ريو والمغامرات الممتعه اللي عاشها في عالم مليان وحوش. لو عجبك الانمي النهارده ما تنساش الشير والاشتراك وتفعيل الجرس، كل ده اكيد بعد ما
اخبط اللايك المتين وتقول لنا رأيك في التعليقات، واستنى مننا دايما كل جديد. سلام.